مساء الخير. وانا بتابع باهتمام الاستعدادات اللي حاصله بخصوص افتتاح المتحف الكبير يعني اخيرا. لفت نظري كده، كان في تعليق صدر من جهه ما يعني بسلامه نيه. بيقولوا فيه انه المتحف المصري الكبير هديه مصر للعالم. ايه؟ هديه مصر للعالم؟ متحف وهديه؟ ازاي؟ المتحف يا جماعة عشان نفهم المتحف يعني ايه، متحف ده هو مكان بيحوي شخصية الأمة وتراث الأمة وآثار الأمة وتاريخ الأمة. بالتالي لما أقول إن هو هدية مصر للعالم ولا هدية مصر للجميع، يبقى أنا فعلا مش عارف أنا بقول إيه. لما يكون المتحف أو التراث هدية للجميع، ما تتضايقش لو حد افروسنتريك او من بتوع المركزيه الافريقيه قال لك التراث المصري القديم ده بتاعنا، وهو اختاروا اجدادهم ان هم يجوا مصر هنا، ونخش بقى في المعضله اللطيفه ديت اللي اي عيل ممكن يرد عليها. بس برضه طب وعلى ايه من الاول تفتح على نفسك كلام غير مسؤول وغير واعي وغير علمي يسبب لك في مشكله؟ او برضه الجيران السخاف اللي هم في الشرق دول ان هم اللي بنوا الهرم. ما هو في الاخر التراث بقى للجميع وهديه العالم للجميع. طب ما انت من الاول والاخر انت ليه تفتح على نفسك بيبان المواويل ديت؟ لا، المتحف دوت تراث مصر، وتراث مصر ده حق حصري للمصريين والمصر. نسيت أقول حاجة. المتحف المصري والتاريخ المصري والتراث المصري والآثار المصرية حق حصري للمصريين فقط، مش لأي حد تاني. حتى إن كان في تجاوزات حصلت قبل كده، إن في بعض الملوك هنا بعد أسرة محمد علي كان بيهدي آثار. في رؤساء جمهوريات مصريين سابقين كانوا بيهدوا آثار. عبد الناصر أهدى معبد بحاري للأسبان، ده هدية من عبد الناصر. فكان في ناس بتوزع آثار وكده. أنا معلش دي حضرتها يعني على الفيديو اللي عملته عشان بس يعني افتكرت بيه واتخانقت قوي. التاريخ المصري والتراث المصري حق حصر المصري.